توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانه نادى فقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبحانه نادى فقال: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحانه نادى فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، وجمل الحق بالحق وهو رب الحق، وجمل الصدق بالصدق وهو رب الصدق، وجمل العدل بالعدل ومن أسمائه العدل. سبحانه لا إله سواه. سبحانه نادى في علاه: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سبحانه جعل اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار وتذكرة لمن أراد أن يكون من أهل الجنة. فسبحانك يا واحد يا قهار. وأصلي وأسلم على النبي المختار، نبي العلا، نبي الكمال، نبي الجمال. لو سألت عن شعره فكم كان ليلا بهيجا، ولو سألت عن فمه فكم كان لينا، ولو سألت عن يديه فكم أحيت عديما، ولو سألت عن قدميه فكم سعد وقدمت لنا الإسلام أعظم تقديما. أما إن سألت عن خلق سيد الخلق فكم كان عظيما، لأنه القرآن كان كريما. فنادى ربي قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية، ليلة تكريم الجد الكريم والوالد الغالي رحمة الله عليه. عاش طيبا ومات طيبا، عاش كريما ومات كريما. كان من أحباب الله في أرضه، وكان دائما يؤدي الحب بينه وبين الناس، ويحسن المعاملة إلى أهله وغير أهله. رحم الله الوالد الكريم حج سعيد سعد أحمد علوة، مشاركين الأستاذ أحمد سعيد، مشاركين الأخ الحبيب علم الواجب حج هاني سعيد، مشاركين الأستاذ محمود سعيد، مشاركين علم الواجب حج حمدي علوة. نعيش مع القرآن الكريم، من قال به صدق، من حكم به عدل، من عمل به وجه. قارئ وعلم أحب عباد الله فأحبوه، وتواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن بصوته العذب عشقوا أن يسمعوه. قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة، أدعوه الآن إلى منصة التلاوة. يا قارئنا العلم، الكل يحب الصلاة على الرسول، وصوتك من الآذان لن يزول، لأنه مهما تعمل من الأعمال فإن صلح العمل فالجنة باب القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل
كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كما
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم الرحمن
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر إن الله لا يغير ما بقوم حتى
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والذي يريكم البرق خوفا وينشئ السحاب الثقال يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهو شديد المحال والذي يريكم والذي يريكم البرق والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وهو شديد المحال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون
في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهو شديد والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لكم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ يبلغ وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله ولله يسجد ولله يسجد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله صدق الله العظيم. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم. والله شكل المنتخب هيفوز يا جماعه، شكل المنتخب هيفوز، شكل المنتخب هيفوز. قل الله قل الله خالق كل شيء. قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى ربنا يخليك. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار لا مالكش دعوه بيهم انت. مش انت خالص. انت لا. طب بالله عليك تقول جنات عاديه كلها. انت يا لا. رب ندخلها يا رب. جنات عاديه كلها مولانا. يا عم بره عنك انت لا دي. فنعم ومن صلح من آبائهم
استكبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. فنعم عقبى الدار. ومن اتى بابو عامر لهذه الليلة قارئا فقد احسن الاختيار. العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح ابراهيم عامر القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة. اسأل ربي في علاه ان يرحم والدنا الكريم وان يسكنه الفردوس الاعلى من الجنة. رحم الله والدنا الغالي حج سعيد سعد احمد عليوة، ونحن نشارك ابناءه الاعلام الاستاذ احمد سعيد، ونشارك الاخ الحبيب علم الواجب في كل مكان حج هاني سعيد سعد احمد عليوة الاستاذ محمود سعيد، ونشارك علم الواجب الوالد الكريم الحج حمدي ابو عليوة واولاده الاعلام. شكر موصول لكل من جاء وقدم واجب العزاء من السادة النواب ورجال القضاء العالي، رجال الاعمال ورجال الواجب جميعا، وكل من شرف المكان بوجوده من قيادات محافظة الشرقية وقيادات مركز ومدينة ابو حماد والقرين. شاكرا للجميع وشاكرا لكهرباء القناة العاملين والاداريين ورجال الامن ورجال الادارة العامة. شاكرا للقيادات الامنية وقيادات القوات المسلحة وكل من جاء وشارك العائلة الكريمة. مؤسسة العالمية الاولى عالميا لعالم الصوتيات حج محمد الخولي واولاده الاعلام العواس جاهية. مخازن الفراشة والإنارة الذهبية لإمبراطور وعلم الفراشة الأول حج محروس الصغير أخيه الحج سامي إدارة الحج سعيد سامي المقيم بمدينة الزقازيق. خدمات الفندقية العالمية هو المتميزة لعلم وعميد البوفيهات وفيها الكابتن عطية الدولي إدارة المتر محمد عطية والمقيم بالصوة أبو حماد. شاكرا لهندسة تصوير الهواء مهندس المهندسين صلاح جاهيد. شاكرا للجميع في هذه الليلة القرآنية التي نشارك فيها الأخ الحبيب علم الواجب الحاج هاني سعيد في ليلة تكريم والده الغالي حج سعيد رحمة الله عليه. أسأل ربي أن ينور قبره بنور القرآن وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. تلاوة قرآنية